Allama İbn Sirin rahmetullahi aleyhi aytat, usul 7 ayattın tasirinden bale kıyınçılıktın bağır Allah'ın hükmünden ketet. Ka'bul Ahbar rahmetullahi aleyhi aytat, Kur'an'da 7 ayat var. Al ayatlarda oqandan keyin hiç nersege sarsana bolloyum. Üstümü asman düşse de Allah'ın hükmünden aman kalam. Ali radıyallahu anhu aytat, kimde usul 7 ayattı daima ertemenen keçinde okup жүрse, Allah Taala al insandı dünyanın kıyınçılıklarından cana düşmanlarının jamandığından saktap koyot. Anda emise al ayattardı azır okup ötöyüz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون